ما عمرك تضرب ولدك في طواليت ولا تسد عليه فيها وتخليه فيها شي وقت، والا غادي تندم وغادي تندم بزاف. في مدينه فاس واحد الام عندها واحد الولد اللي كياكل من العينين قبيح. هاد الوليد هذا غادي يكونوا جايين عندها العائله ديالها وغادي تبدا كتعجب كيفاش غادي دير حتى تسدو ولا شي حاجه، غتدخلوا للطواليت وغادي تسد عليهم سخوط الوالدين. غادي يجيو دوك الناس وغادي يديروا كاسكروت وغادي يبقاو. السيده غادي تنساها شي 5 سوايع تقريبا في الطواليت حتى غادي تفكروا وغادي تمشي وغادي تحل المصيبه الكبيره ما غاديش تلقاه. كانت ساده بساروت ولكن فاش حلات ما لقاتوش. هنا غادي يبداو كيقلبوا بحال الحماق وما فهموا حتى شي حاجه. واحد السيد عنده شويه ديال الدماغ قال لها سيري شوفي الفقيه. هذاك الفقيه غادي يدوي معاهم وغادي يقول لهم الا هادشي بصح اللي قلتو فر الجن يقدروا يكونوا خطفوه، وانا غادي نعطيكم واحد العلامه باش تقدروا تعرفوا هذا الامر. غادي تشريو كفن وغادي ديروا فيه كاع الملتزمات وداك الشيء ديالو، يعني ديال الدفين وداك الشيء، وغادي تحطوه في ديك الطواليت وغادي تسدوه وغادي تخلوه تقريبا نفس الفتره اللي داك الوليد تما، وغادي تحلوا الطواليت. وديك الساعات الا لقيتو داك الكفن راه الولد غادي يرجع سوا من الباب ولا غادي يكون كيلعب مع صحابو ولا شي حاجه، وإلا ما رجع فرا الجن اللي قاموا بالاختطاف ديالو. بالفعل غادي يديروا كلشي داك الشيء وغادي يحطوا داك الكفن وغادي يسدوا ديك الطواليت. فاش غادي تدوز الوقت غادي تدخل الام وغادي تصدم بلي ما غاديش تلقى داك الكفن، وهنا بصح راه داك الشيء اللي قال لها داك الفقيه. ولهذا ما عمرك دير هذا الغلط هذا واخا يكون اللي بغى يكون.